السلام عليكم. خليني ابدا معاكي بهدوء. لو انت والنهارده دخلتي الحلقه دي فغالبا في سؤال مقلقك: هل ابني متاخر في الكلام سبب طبيعي ولا هو كده عنده توحد؟ عاوزه اقولك من اول دقيقه مش كل طفل متاخر في الكلام يبقى عنده توحد. واكتر حاجه بتتعب الامهات في المشكله نفسها هي الخوف. أول ما الطفل يتأخر في الكلام يبدأوا يدخلوا في دوامة القلق، يفتحوا جوجل ويسمعوا تجارب تخوف، ويقعدوا يقارنوا أطفالهم بالأطفال اللي حواليهم، ودول بدأوا كلام وابني لسه. خلينا نفهم بهدوء. تأخر الكلام معناه إن الطفل لغته المنطوقة أقل من سنة، بس ده لوحده مش تشخيص ومش مرض ومش حكم على مستقبل الطفل. في أطفال فهمهم كويس جدا، بيفهموا أوامركم وأي حاجة تطلبوها منهم يجيبوها، ولما تقولهم على حاجة بيفهموا إن انتوا بتقولوا لهم لأ، وبيشاوروا على الحاجة اللي هم عاوزينها. لو هو عايز مية أو هو عايز ياكل أو عايز لعبة أو أي حاجة بيعرفوا يشاوروا عليها، وبيفهموا ازاي يعبروا على نفسهم، وبيحبوا يلعبوا. بس مشكلتهم الوحيدة إن الكلام ما بيطلعش، وده بقى بنسميه تأخر كلام، وأسبابه كتير جدا. اول حاجة قلة كلام الناس حواليه، كتر الشاشات، في عدم تواصل. لما هو يتفرج على شاشة ومبقاش في تواصل بيبقى بيخلي عنده تأخر في الكلام. والطفل كمان ذكي جدا، لو انتي اتعاملتي معاه بلغة الإشارة وجاوبتيه بلغة الإشارة هيستسهل كلام لغة الإشارة، أو إن هو يشاورلك وتجيبيله الحاجة من غير ما يطلع كلمات، وده أكبر غلط ممكن تقعي فيه كأم. ومن الناحية التانية التوحد مش مشكلة كلام بس، لا، التوحد طريقة مختلفة، طريقة الطفل المختلفة في التواصل وفي الفهم وفهم اللي حواليه. الموضوع أعمق من إن هي كلمة واتقالت أو ما اتقالتش. طفل التوحد مش بس متأخر في الكلام، ده ممكن ما يبصش في عين اللي قدامه، ما يستجبش للي سمعه، ما يشاورش اللي هو عايزه، ما يحاولش حتى يتواصل او يعمل اي حاجة، ما يلعبش بطريقة متكررة. بيحس ان العالم اللي حواليه عالي عليه جدا. وهنا بقى الفرق الحقيقي، فرق مش في عدد الكلمات، الفرق في كيفية التواصل، كيفية التواصل الطفل مع العالم المحيط بيه. طفل تأخر الكلام بيبص، بيبتسم، بيحب الحضن، بيحاول يوصل لك اللي هو عايزه. لكن طفل التوحد التواصل عنده محدود جدا، مش بيدور عليكي، مش مهتم وبيشاورلك، مش بيعرف يقولك اللي هو عايزه. ممكن يفضل يزن من غير ما انت تفهميه هو عايز ايه، مش عارف يفهمك وانت بتكلميه. خليني اوقفك هنا واطمنك، لو طفلك بيشاور، بيتفاعل، بيضحك، حتى لو هو ما بيتكلمش، ده مؤشر كويس جدا ان الطفل ده عنده مجرد تأخر لغوي، مش عنده توحد. مش معنى ان الطفل ساكت يبقى هو مش فاهم، ومش معنى ان الطفل لسه ما نطقش يبقى هو ضايع. في امهات بتيجي تقولي ابني بيقول كلمتين بس، اقول لها كلمتين مش هما المشكلة، هل بيستخدمهم صح؟ هل بيبصلك؟ هل بيطلب منك الحاجة اللي هو عايزها؟ هل هو الكلمتين دول مثلا لو بيض او ايا كان الكلمتين اللي هو بيعرف ينطقهم او سهلين على لسانه، لما هو بيستخدمهم في مكانهم الصح ولا لا؟ في امهات بتقولي انا ابني بيتكلم بس هو مش اجتماعي. قول لها هنا محتاجين تقييم مش خوف. التقييم مش حكم، التقييم بينورنا. اخطر حاجة على الطفل مش التشخيص، اخطر حاجة على الطفل ان احنا نتأخر في فهم المشكلة اللي عنده. لو حاسة ان في حاجة مش مريحة، لو حاسة ان التواصل مش موجود، لو حاسة ان في مهارة كانت موجودة واختفت، ساعتها بس هنقول لازم نقيم. لكن طول ما طفلك بيحاول، بيشارك، بيفرح، بيزعل، بيطلب منك اللي هو عايزه، فانت كده مش متأخرة في فهم ابنك. عاوزة اقولك كلمة من قلبي: ابنك مش مشكلة، ابنك رسالة، ومهما كانت الرسالة لو فهمناها بدري بيغير كل حاجة. الحلقات الجاية ان شاء الله هتكون خطوة بخطوة، هنتكلم عن العلامات، عن اللعب، عن الكلام، عن ازاي الام تشتغل في البيت بايديها. خليكي معايا وخليكي مطمنة.
خليني اكمل معاكي نقطة مهمة جدا. اكتر حاجة بتلخبط الامهات ان هما مستنيين علامة واحدة تحكم الطفل ده توحد ولا تأخر. يعني ايه؟ يعني ام تقولي ابني ما بيبصش في عيني يبقى كده توحد، ابني ما بيتكلمش يبقى كده توحد. وده تفكير متعب مش دقيق. الحقيقة ان ولا علامة لوحدها تنفع ان احنا نقيم بيها الطفل ان هو توحد ولا تأخر. احنا لازم نبص على الصورة ككل، لازم نبص على الصورة كاملة. بنراقب الطفل ده في لعبه، في تفاعله، في طلبه، في استجابته، في تعابيره. في اطفال ما بتحبش ان هي تبص في العيون وده بيبقى طبع، وفي اطفال هادية وده مش مرض، وفي اطفال متأخرة في الكلام بس اجتماعية جدا. عشان كده بقولك دايما ما تحكميش على ابنك من فيديو شفتيه، ولا من تجربة غيرك، ولا من بوست خوفك. خليني اديكي مثال واقعي. طفل عنده 2.5 سنين ما بيتكلمش غير كلمتين بس بيشاور، بيجيب اللعبة اللي انت بتقولي له هاتها، بيضحك لما بتلعبي معاه، بيزعل لما تمشي، بيفرح لما ترجعي. ده طفل متأخر في الكلام. والطفل المتأخر في الكلام مع الشغل الصح في الغالب هيتكلم، لو ما عندوش حاجة عضوية ان شاء الله هيتكلم. على عكس طفل تاني عنده نفس السن بيتكلم كلمات كتير حافظها بس مش بيستخدمها صح، مش بيطلب، مش فارق معاه وجودك. هنا بقى نقول مش الكلام هو اللي ما يطمنش، التواصل هو اللي ما يطمنش. عاوز اقولك حاجة تطمنك كمان، في اطفال توحد بيتكلموا، في اطفال اذكياء جدا في التوحد، وفي اطفال توحد موهوبين جدا. يعني لو في تشخيص لا قدر الله دي مش نهاية ولا حكم على عقل الطفل ولا حكم على مستقبله. احنا في 2025، التدخل المبكر بيعمل فرق حقيقي. بس خلينا اكون صادقة، التدخل البدري محتاج شجاعة من الام، شجاعة انها تسمع وتفهم وتتحرك، مش تستخبى ورا كلمة استني شوية. وفي نفس الوقت مش كل طفل محتاج جري ورا الاخصائيين. احيانا الطفل محتاج شاشة اقل، لعب اكتر، كلام اكتر، وقت حقيقي مع الام. عشان كده في الحلقات الجاية ان شاء الله مش هسيبك في القلق، هديكي ادوات تساعدك تتعاملي مع ازاي مع طفلك، وازاي تلعبي مع ابنك صح، ازاي تشجعيه يتكلم من غير ضغط، ازاي تعرفي هل هو فاهم ولا لا، وازاي تفرقي بين العند والدلع والمشكلة الحقيقية. وقبل ما نختم عاوزة اسيبك بسؤال طمني بنفسك، هل ابني بيحاول يتواصل؟ لو الاجابة يبقى في امل كبير وشغلنا ان شاء الله هيجيب نتيجة. وحتى لو الإجابة لأ، لسه في طريق ولسه في حلول ولسه في وقت. انت أم شاطرة لمجرد ان انت بتسألي وبتدوري. وابنك يستاهل انك تفهميه مش تخافي منه. كملي معاه السلسلة، وايدي في ايدك خطوة بخطوة.